السلام عليكم خواتي خواتاتي في كويزين دو شيف حليمه. اليوم حنديرو جواز تاع جلبانه بالقرنون باللحم الغنمي. طريقه سهله وبسيطه. دوك نروحو نشوفو المقادير وطريقه التحضير. مشاهده طيبه. هادوما المقادير كيما راكم تشوفوا، ما عندناش حاجه بزاف. عندنا هنايا اطراف تاع اللحم، انا درت الغنمي وانتم واش حبيتو ديروا بقري دجاج كيما حبيتو. عندنا زرو الجلبانه، سمحوا لي وانا نقول كمشه، يعني شحال حبيتو ثاني ديروا، حبيتو كونتيتي كبيره ولا صغيره. عندنا زروديه قطعتها هكا اوفال، وثاني حبيتو تقطعوها مدوره كيما حبيتو. عندنا هنايا القرنون اللي درناه في الحصه السابقه، وريت لكم كيفاش نقشروه. وعندنا هنايا المعدنوس مقطع رقيق. والمكون السري هو مغرف صغيره تاع لاموطاد في لاصوص بلانش تجي بزاف بنينه. وعندنا مغرف صغيره تاع السمن. قلت لكم لاموطاد كل ما ديروا صوص بلانش ديروها تعطيكم بنه بزاف شابه. وفي لي زيبيس نسحقوا عندنا الملح، عندنا شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع سكنجبير، شويه تاع الكركم، وكيما راكم تشوفوا مام باربع عود قرفه، يعني حاجه قليله في القرفه. هاي اللي كيما راكم تشوفوا فيها. هادو هما كامل المقادير اللي رانا رايحين نحتاجوهم. دوك نروحوا نشوفوا طريقه التحضير. وقبل من هذا ما قلت لكمش على حبه بصل صغيره مسكرفجه. هنا في طريقه التحضير نجيبوا كوكوطه ولا طنجره ولا طاجن كيما هذا، نحطوا فيه حوالي نص كاس ماء صغير، ما عادي يعني ماشي سخون وماشي بارد، ونحطوا معاه حوالي 2 مغارف كبار تاع زيت. هذا ما كان على بالكم بلي اللحم تاع الغنمي ميدوم. نضيفوا عليه لي زيبيس تاعنا كامل اللي قلنا عليهم، ونزيدوا معاهم المكون السحري ولا السري ولا كيما حبيتوا تسموه، يعني حيعطيكم فرق بزاف شباب كيما راكم تشوفوا اللي هو الموتاد. هنايا نضيفوا البصله اللي ما وريتها لكمش، قلت لكم بصله صغيره مسكرفجه ولا مرحيه ولا كيما حبيتوا، ولا مقطعه دي بتيدي كيما حبيتوا، يعني اللي ما يحبهاش تبان البصل رحوها. هنا هاد المكونات نخلطوهم حتى يندمجوا هكا. نخلطوهم مليح ونضيف لهم المغرف صغيره تاع السمن، ونضيف لهم شويه تاع المعدنوس. يعني كيما راكم تشوفوا انا واش ضفت الجهات تاع الغصان ماشي جهات تاع الورق، يعني حوالي مغرف كبيره. نخلطوهم تاني حتى يندمجوا. هنايا نضيفوا لي مورسو تاع اللحم. كما قلت لكم نقدروا اللحم تاع الغنمي نعوضوه بالدجاج ولا الداند ولا اللحم تاع الغنمي تاع البقري سمحوا لي. هنايا هاد اللحم هذا يعني لي فيوند تاعنا نخلطوهم مليح مع لاصوص اللي خدمناها هكا، يعني بارد في بارد. تاني تقدروا ديروا هاد العمليه هذه نديروها تجهيز مسبق، يعني نخدموه على لافونس ونغطوه ونحطوه في الفريجيدار، يعني كل ما يقعد كل ما يعطينا ريزلت شابه. هنايا نحطوه فوق نار يعني هاديه. هنا ديجا حطيته من قبل، ونخلوه حتى يتقلى مليح. على بالكم بلي اللحم فيه نسبه تاع الماء، البصل فيها نسبه تاع الماء، يعني نخلوه حتى يتشرب كامل الماء تاعو، يعني يتقلى مليح هذاك البصل تاني يدبل. وكيفاش نعرف باللي اللحم تاعي يعني الحاجه اللي راني نحط فيها تتقلى سي بون راهي دات حقها في التقليه. هنا كي نشوفوا البصل داب واللحم تبدل اللون تاعو والزيت طلع الوجه، حب يقول سي بون راهي ليك دات تقليه. دوك تشوفوها كيفاش تولي، شوفوها كيفاش راهي ودوك نشوفوها كيفاش تولي. هاي كيفاش ولات، شوفوا الزيت كيفاش طلع الوجه هكا، شوفوا البصل كيفاش دبل، شوفوا اللحم تاني كيفاش تبدل اللون تاعو. هنا في هذه المرحله يعني راهي لاصوص تاعنا راهي تقلات مليح. هنا في هذه المرحله نجيبوا الزروديه، يعني هي الحاجه الاولى اللي حتشدنا شويه طياب. ما كترتش من زروديه بزاف، درت كيما يقولوا بنتها برك، هذا ما كان. نقلوها معاهم يعني باش تدي بنه اللحم تاني. هنايا كي يكون عندكم اللحم على بتعرفوه بلي راه شارف ولا يعني ما يطيبش بالخف، ديروا حسابكم يعني ما تلوحوش زروديه دوكا. هنايا كي يكون اللحم كما قلت لكم يعني عاصي، نغطوا عليه لاكوكوط. كي نشوفوا في النص تاع الطياب تاعو
بعد ما نكونوا مرقنا بيان سور بالماء سخون، بعد يعني ما يطيب نص طياب، هنايا نضيفوا له زروديه. هنايا كي قلت لكم اللحم يعني تاع خروف صغير، عليها قليت معاه شويه زروديه ومرقت بالماء كيما راكم تشوفوا. مرقوا مليح ما تخافوش، يعني باش نعطوا الوقت للحم والزروديه يدخل لهم الطياب. هكا نخلطوهم هكا. شوفوا الماء درت نقيس ماء يتغطى اللحم فوقه بشويه برك، هذا ما كان. ونغطي الطاجين تاعي ونخليها حتى تغلي، يعني الطيب، يعني طيب حوالي 50%. هنايا بعد ما طابت شويه شوفوا كيفاش ولات لاصوص، راهي نقصت شويه، يعني ماشي حتى تنقص كامل لاصوص، نقعدوا نزيدوا غير في الماء، يعني باش نطيب لنا الطاجين تاعنا جوست. هنايا نجيبوا الجلبانه، هاي جلبانه فخيره انا في وقتها دوكا. هنايا اللي يحب يكتر الجلبانه ولا ينقص الجلبانه ويكتر مزروديه، ولا هنا تولي مساله ليكم نتوما على حساب واش عندكم وعلى حساب واش تحبوا تاني. نزيدوا نغطوها ونعاودوا نرجعوا. هنايا بعد ما طابت الجلبانه تاني شوفوا ديجا الماء راه زاد تشرب. هنايا بقى لنا وقت القرنون برك. دوك حنا القرنون حنحطوه غير في الوجه، ما نحطوش ما نسحقوش الماء فيه بزاف. يوم بليس تعرفوا بلي القرنون صاي يعني ما فيهش الروح تمتم يطيب. هنا اللحم هذا راهو طايب خاصك نقولوا 90% راهو طايب. هنايا نضيفوا هذوك النصاف تاع القرنون، نستفوهم كامل على الوجه كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم القرنون راني درت لكم حصه قبل من هذه، راني وريت لكم كيفاش نقشروا فيه القرنون. هنايا قشرته كيما قلت لكم شويه بلا باسكو مانيش حندير به ظلمه، ما نسحقوش يكون غامق. هكا حتى نكملوا كامل الكونتيتي اللي عندكم. كيما قلت لكم الكونتيتي تولي لكم نتوما، ما تقيدوش بيا انا زعما قال درت 3 حبات قرنون ولا 4 ولا 10 ولا كل واحد ومقدوره، ولا كل واحد واش عنده، ولا على حساب افراد العائله. هذه هي. هنايا بعد ما طابوا شوفوا كيفاش تجمرت المرقه هذيك. القرنون راهو طاب، شوفوا راهي تقالت المرقه. اللحم تاعنا راهو طاب، الزروديه طابت، كل حاجه طابت. انا في الاخير نديروا له شويه تاع معدنوس ونغطوا عليه ونخلوه حتى يعني للتقديم. دوك نروح نشوفوه واجد في صحن التقديم. في الاخير هذه هي الريزولتا اللي تحصلنا عليها. كيما راكم تشوفوا الجواز تاعنا بالقوام تاعو اللي هو شباب. البنه نستناكم حتى تجربوها وترجعوا لي بالخبر. بريزونطاسيون ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. كيما قلت لكم ما فيش مقادير بزاف، ما فيش حاجه كومبليكي، ما فيش خطوات عمل بزاف اللي حتعييكم، ويعطيكم ريزلتا كيما قلت لكم بسم الله ما شاء الله. وسرتو بهذاك المكون السري اللي قلت لكم عليه حيعطيكم تغيير كي تجربوه تفهموني واش حبيت نقول. هنايا في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم نتمنى ان شاء الله اللي راكم جدد معايا في القناه ما تنساوش تدعموا لي القناه تاعي، واللي راكم معايا ابوني ما تنساوناش لي جام ولي كومونتير. والسلام عليكم في الحصه القادمه ان شاء الله مع كويزين دو شيف حليمه. السلام عليكم.